أنا اسمي محمد العبد. عندي موهبة التمثيل. طولي 185. وزني 67. اشتغلت في المسرح ثقافة جماهيرية، وعملت بعض المشاهد في السينما والتلفزيون، وداخل اختبارات تياترو مصر، واخر حاجة كاستنج فازر. ودلوقتي انا عامل مشهد ارتجال من تأليفي انا، ويا رب يعجبكم. انت عارف بفكر في ايه؟ بفكر في اخ ضحى بحياته كلها علشان خاطر اخوه يحقق حلمه. كان فرحان ومبسوط هو بينجح وبيكبر قدامه. اداله كل حاجة وعمره ما بخل عليه بأي حاجة. اداله كل حاجة لدرجة انه مبقاش معاه أي حاجة. في يوم خدوا الفضول وراح يطلب منه انه يساعده في مشروع. اليوم ده بس حس انه انسان عاجز شايب، معهوش عكاز حتى يستند عليه. لان اليوم ده ما سمعش غير سخرية واستهزاء من اخ صغير لاخو كبير. الافظع من كده الكلمة اللي بيضحكوا على بعض بيها اليومين دول، اللي اسمها الحب. لما تكون معاك واحدة عايشين مع بعض سنين طويلة وفي سعادة وأمان، مهونة عليك هموم الدنيا ومصبراك، وفي يوم وليلة ومن غير مناسبة تيجي وتقولك مش هينفع نكمل مع بعض. كل شيء اسمه نصيب. ليه؟ مش عارف. الأفظع من كده إن هي مش إن هي سابتني، لأ. الأفظع من كده لما تجيلك دعوة فرح مكتوب فيها إن أخوك بيتجوز حبيبتك. هو ده الفظيع. ساعتها بس حسيت إن أنا مش موجود، محدش شايفني ولا حاسس بيا. من ساعتها وأنا بفكر يا ترى العيب فينا إحنا كبني آدمين، ولا العيب على الدنيا اللي بتيجي على الغلبان وتفتري عليه؟ لما يكون حبيبك واخوك واقرب الناس ليك بيدوسوا عليك، يا ترى مين هيحس بيك؟